السلام عليكم بنات، ان شاء الله تكونوا بخير. في فيديو اليوم راح نخدم معكم قراطه بالسلق او السبانخ بخلطه عجيبه بنينه ياسر ياسر كبديل للبيشاميل. هكذاك تجيكم القراطه تاعكم بنينه وايضا ما تجيكمش ناشفه من الداخل. عندي ربطه تاع سلق قطعتها عشوائيا كما راكم شفتوا وغسلتها مليح، ومن بعد درتها في مقلاة، درت لها رشه نتاع فلفل اسود وملح وزيت، ونقطعوا عليها ونخلوها تطيب على نار ناقصه حتى يذبل هذاك السلق. راه ما يديلكمش وقت كبير. هنايا عندي اقل، تقدروا تقولوا اقل من نصف صدر دجاج، درت له توابل اللي هو الفلفل الاسود، كركم، توابل الشاورما، وايضا درت لهم شويه كمون وتبقى وفلفل احمر حار، وتبقى توابل على حساب الرغبه نتاعكم واش تحبوا. ودرت الملح كما شفتوا، وهنا درت البصل وما تنساوش ديروا سنه نتاع ثوم، وايضا الزيت. الزيت ديروا تقريبا واحد 3 ملاعق يكفوا، وهنا ملعقه نتاع خل. دور الخل هنايا باش يعطينا طراوه للدجاج نتاعنا. نخلطهم مليح حتى يدخلوا هذوك التتبيله في الدجاج وفي البصل. حاولوا انكم تدخلوا هذيك التتبيله، وتقضوا ايضا صدر الدجاج تقطعوه الى قطع صغيره وطيبوه بنفس الطريقه. هنايا نقلوا الدجاج مع هذاك البصل حتى يذبل البصل، وتعطي شويه واحد التحميره خفيفه للدجاج على نار اكيد شويه اقل من المتوسط، ما تكونش قويه. وهنا درت نصف كاس ماء بعد ما تقلى هذاك البصل مليح مع هذاك الدجاج، ونقضي عليها الكيكوطه ونخلوها من 15 الى 20 دقيقه. كما عارفين باللي صدر الدجاج راه ما يديش وقت للطياب. هنا بعد ما طابت هذه لاصوص درت لها ملعقه جبن طري، وايضا كميه من الجبن المبشور. بالنسبه للجبن استعملي اي نوعيه عندك، انا درت نابولي هذاك رخيص ويعطي نتيجه مليحه. ومن بعد ترحوا كامل كلش مع بعضه. اللي ما عندهاش البرا عادي عاودي رجعيهم في النار قدر ما يذوب هذاك الفرماج، والبصل تكوني ربيتيه ما تقطعيش كما انا درتو قطع كبيره. من بعد زدت لها 2 بيضات اختياري، اذا حبيتي تزيديهم اكيد يعطيكم واحد التماسك للقراطه. اذا ما تحبيش البيض عادي تقدري ما ديريش. نخلطهم. انا نحيت كميه. وبالنسبه لصدر الدجاج كنت قطعته الى قطع صغيره كما راكم تشوفوا. وايضا السلق بعد ما طاب زدت عصرته شويه ونحيت وقطعته الى قطع صغيره، ودرت تقريبا 2 حبات متوسطه من البطاطا المقليه. بالنسبه للبطاطا المقليه اختياري، تحبوا ديروا تحبوا ما ديروش. ونخلط كلش مع بعضه، ونزيد كميه كبيره من الصلصه. نخلي كميه تقريبا ربع الكاس، ربع الكميه نخليها باش نديروها من الفوق. هنا درتها في هذا الليمون. ديري في الليمون اللي حبيتي، تقدري حتى ديريهم في ليمون فرديين هذوك تاع 26، كل واحد تعطيله القيس تاعو. ومن بعد ندير كميه من الصلصه اللي من الفوق هذيك اللي خليناها. صدقوني يا البنات هذه الصلصه جات من اروع بنينه ياسر ياسر، راهي طلقت فيها كامل بنات الدجاج مع هذيك التوابل، احسن مليون مره من البيشاميل. كاين ناس اللي ما يحبوش البيشاميل، منهم العائله تاعي كامل بدون استثناء مع زوجي مع اهل زوجي كامل ما يحبوش البيشاميل. هذه كبديل اللي ما يحبوش البيشاميل. وانا درت لها كميه من الجبن المبشور، ونديروهم في الكوشه الطيب حتى تحمر، ونتاكدوا انه هذاك البيض طاب. كما عارفين البيض راه ما يديش وقت، المهم تعطيكم لازم تعطيها تحميره مليحه. وهذا شكلهم النهائي. صدقوني يا البنات هذه من اروع الوصفات نتاع السلق لعشاق السلق. تجي بنينه ياسر ياسر وما تجيش ناشفه من الداخل. كاين ياسر اللي ما يحبوش الكراطه اللي تكون ناشفه من الداخل، هذه ما تجيكمش كامل ناشفه من الداخل.
هنا نقسمها معاكم تشوفوها. ومن الأحسن كي تكوني تقسميها خليها شوية تبرد هكذاك باش تتقسم لك بكل سهولة. أنا هنايا راني كانت سخونة ياسر قسمتها. شوفوا كيفاش تجي، شوفوها كيفاش ما تجيش ناشفه من الداخل. ناكد لكم بلي ما تجيش ناشفه من الداخل، يعني نكره الكراطه اللي تكون ناشفه من الداخل. ان شاء الله تجربوها او تعجبكم. متاكده اكيد راح تعجبكم. ما تنسوش البنات ديروا لي جيم للفيديو. الى وصفه قادمه ان شاء الله. سلام عليكم.